بصوا يا حبايبي الفسيخ طبعا لونه جميل وطعم احلى. طبعا مش حادق. انتي طبعا بتحكمي في الملح. الملح طول ما هو خشن ما يطلعش حادق، يطلع طعمه جميل جدا. هنعمله خطوة بخطوة. وطبعا بصوا بقى المنظر، بسم الله ما شاء الله يعني. وطبعا بره اسعاره غالية جدا ومش بتعمليه بنظافة البيت. طبعا احنا هنا هنغسلوه غسلة كده حلوة، المهم ننزله منه اي تراب. بس طبعا السمكة طازة، اللون بينك من جوه، السمكة طازة وحلوة. طبعا انا جايبة سمكة كبيرة غسلتها حلو قوي وهنشفها، وبعد كده احط لها مناديل اللي انا امنع الدم منها خالص، اللي هي ميبقاش فيها اي سوائل. بس طبعا بحط فيها مناديل، بسيبها كده لغاية ما السمكة تنشف خالص. يعني سيبيها 4 ساعات 5 ساعات، عايزة من بالليل للصبح دي براحتك طبعا. المهم السمكة ميبقاش فيها مية. ده انا عندي ملح خشن قوي، فانا بقى بحط عليه كيس ملح ناعمة واقلبه كويس، واحط معلقة كركم كبيرة وحبة شطة كده حلوين. وطول ما الملح بيبقى خشن السمكة ما تبقاش مالحة. طبعا بره الاسعار 300 و400، احنا طبعا بأقل الامكانيات بنعمله احلى فسيخ، احلى من بتاع بره بكتير ومضمون، و يعني مش الاسعار اللي بره يعني. وطبعا انتوا شفتوا اللون عامل ازاي. اهم حاجة يا حبايبي الرز نحشوه كويس وبنقفله كويس. انا بس بكتر الشطة. بص يا حبيبي هنا بقى نحشو الرز دي بقى اهم حاجة ملح. دي اهم حاجة، ولا تعفلك السمكة ولا اي حاجة، بتفتحيها بتلاقيها زي الفل. وطبعا بخطوات بسيطة، مش يعني مش جامدة. هو بس اهم حاجة نضفتي السمكة كويس ونشفناها، وبعد كده بنعمله احلى فسيخ. طبعا بقى اهم حاجة اللي احنا نقفله كويس. طبعا لو في بقى برطمان او علبة هنقفلها برضو كويس. انا حطيت هنا في كيس بقفلها طبعا جامد. بس حبيبي انا بقى بحط ورقة غور كمان. وطبعا بيبقى مقفله بقى الفسيخ حلو اوي. انا بسيبه 15 يوم، يعني في مثلا بيقولوا 8، في بيقولوا 10، انا بسيبه 15 وبيطلع زي الفل. والسمكية بتطلع مستوية وحلوة جدا. يعني عن تجربة انا عملته كذا مرة، بسيبه 15 يوم طول ما السمكية كبيرة. لو اصغر ممكن نقله شوية، لكن انا بجيب طبعا السمكية اكتر من نص، فبقعده 15 يوم. يعني السمك الصغير ممكن 12. لو في الحر برضو ممكن نقلله عن ال15 يوم برضو. بس انا صراحة بسيبه على طول 15 يوم، ما سبتوش اقل من كده. وبتطلع السمكية جميلة جدا طبعا، هوريها لكم. ما سبتوش اقل من 15 يوم خالص يعني. بس طبعا انا بقفله كويس جدا. طبعا بصوا انا قفلته كويس بالكيس البيضة، وبعد كده بقفله تاني. هنا طبعا انا برضو بربطه، يعني بمنع الهواء عنه خالص. كل فترة بنقلبوه بقى من هنا لهنا. بس طبعا مقفله خالص. وطبعا بحطه طبعا برضو في كيس، المهم بقفله خالص عشان خاطر يعني لانه كده كده هينزل ميه. طبعا هنا بعد 15 يوم بفتح بقى عليه. بسم الله ما شاء الله. طبعا السمكية جميلة جدا. شو طبعا المنظر. طبعا بقى اللي بيقول 8 وبيقول 10، انا معرفش. انا 15 يوم بتطلع السمكية بالجمال ده. مقللتش خالص عن 15 يوم. طبعا عملت سمك العيد وبعمل سمك شم النسيم، فلا مش بقلل عن 15 يوم. طبعا بنضفه كويس جدا. بصوا السمكية بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم؟ طبعا اللون والطعم تحفة. بدل ما بنشتريه طبعا بالغالي وبيبقى في الموسم غالي جدا، فاحنا نعملوه ونجيبه قبلها ب15 يوم، قبلها ب20 يوم، وبنفتحه. له فتحتي حطي في الفريزر بقى، حطي في علبة وحطي ده. شايفين يا حبايبي؟ طبعا جميل جدا. الا الحقيقة كده هاتي بقى فسيخ واعمليه، وخطواته بسيطة جدا. وبألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله.